السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا أشرف المرسلين. حبيباتي، رجعت لكم فيديو جديد. اليوم راح نشارك معكم تارت اللي كنت وجدتها في لانيفرسير تاع زوجي. ان شاء الله ربي يطول في عمره العقوبة ل100 سنة ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله كل عام نحتفلوا مع بعض ونفاجئوا ولو بأبسط الأشياء. ربي يخلينا لبعضنا، آمين يا رب. لا جينواز هذه بزاف سهلة وناجحة 100% من أول تجربة. يعني تبعوا المقادير وطريقة التحضير وما كانش منكم اللي مش راح تصلحها. ومن ثاني اقتصادية، مش راح تديلكم الحوايج بزاف وتجيكم بنينة، وكما قلت لكم ناجحة من أول تجربة. شوفوا كيفاه قطعتها معكم، تجي خفيفة ما تيماجيني وش حال. وهذا هو الشكل النهائي للتارت تاعنا. حبيباتي، لهنا ما ركزت لكمش على لي كريم مرة، يعني تقدروا تقولوا مش راح نعطيكم لا روسيت تاع لي كريم. كما تعرفوا الكريم فريش راهي مقطوعه، سيرتو الاوبلا اللي نستعملوها في الحلويات، وهي اللي يعني تعطينا نتيجه يعني ناجحه. ما لقيتهاش ولا غير قلبت عليها الحاله، الله غالب خدمت باللي كانت موجوده وما عطاتنيش نتيجه، يعني نتيجه مرضيه ماهيش هي اللي نحوس عليها. الوغ راح نشارك معكم لا جينواز والطريقه تاعها، وفي المره القادمه ان شاء الله راح تشوفوا معايا لي كريم. اللاجينواز تاعنا واش راح نحتاج؟ عندي 5 بيضات فصلت الصفار عن البياض، عندي 150 غرام سكر احرش، وعندي 150 غرام خليط بين الفارينة وكاكاو بني. يعني تقدروا ديروا 100 غرام فارينة و50 غرام كاكاو بني، ولا تقدروا ديروا 140 غرام فارينة والكاكاو 10 غرام. يعني لكم الاختيار، كما تقدروا ديروا فارينة وحدها. المهم نحتاجوا 150 غرام فارينة ولا كاكاو ولا فارينة وحدها. كما راكم تشوفوا عندي رشة تاع ملح وعندي لافاني. لهنا انا راح نخدم بالبيتخا، تقدروا تخدموا بالبيتخا ولا بالباتر. في البيتخا تاعي حطيت بياض البيض مع رشة تاع ملح وحطيتهم وخليتهم كما نقولوا يتخلطوا بيان حتى تبدا دير لنا في هذيك الرغوه. كما تكونوا راح تخدموا لا ميرينغ، يعني نفس الشيء. لهنا كي تبدا دير لكم هذيك الرغوه تاع البيض كما راكم تشوفوا، يعني يبدا الخليط يبيض نوعا ما، بداو تضيفوا في السكر تاعكم تدريجيا، يعني بشوي على 3 دفعات ولا 4 دفعات. المهم ضيفوه بشوي وهي راهي تضرب كما راكم تشوفوا. لهنا السرعه لازم تكون شويه زايده. كما قلت لكم تقدروا تخدموا بالباتور ولا بالبيتخا. لهنا بعد ما ضفت السكر تاعي تحصلت على ميرين كما راكم تشوفوا، يعني يجي حكم روحه بيان، مش يجي مطلوق ولا. خليوه حتى يحكم روحه بيان، ونبدا نضيف في الصفار كما راكم تشوفوا. لهنا ثاني الصفار ضيفوه على دفوعات، كلش نضيفوه على دفوعات هكذا باش تضمنوا بلا جينواز تاعكم تصلح لكم وتجيكم ناجحه 100%. كما قلت لكم تبعوا طريقه التحضير. ضفت الصفار تاعي، راح يبدا الخليط تاعكم يعني يتغير ثاني اللون تاعو للاصفر كما راكم تشوفوا. ضفته تدريجيا يعني بالبيضه حتى كملت. كما قلت لكم 5 بيضات فصلت الصفار عن البياض. نتمنى تكونوا فاهميني. لهنا هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه كما راكم تشوفوا. يجي ثاني حكم روحه القوام، ما يجيش سائل وما يجيش كما نقولوا شاد روحه بزاف، يجي يعني نورمال برك. لهنا راح نضيف الفارينة، كمية الفارينة والكاكاو مع رشة تاع لافاني ولا ملعقة صغيرة ولا لكم الاختيار. لهنا غربلوا الفارينة تاعكم. الفارينة ثاني نضيفها على دفعات، على 3 دفعات أو 4، ونبدا نخلط يعني في اتجاه واحد بالفوي كما راكم تشوفوا. حاولوا تخلطوا في اتجاه واحد من فوق لتحت ولا من تحت للفوق هكا به يعني تتخلط الفارينة هذه كامل، وما تقعدوا لكمش حبيبات هذوك، من بعد راح يفسدوا لكم لا جينواز تاعكم. هذا سر من اسرار لا جينواز باش تجيكم ناجحه. يعني ركزوا لهنا مليح وخلطوها بيان حتى تشوفوا الفارينة هذيك ما بقاتش تبان نهائيا. كما راكم تشوفوا لا جينواز تاعي ولا الخليط راه واجد. لهنا هذا هو السيرتو اللي راح نخدم به. سيرسو هذا شكل قلب، يعني نتوما اي شكل حبيتوه. راح يكون الطول تاعو من 18 سنتيم حتى ل 22 سنتيم. تقدروا ديروا بهذه الكميه. لهنا فرشوا له بابي الومنيوم ومن بعد بابي كويسون وغلفوه بهذه الطريقه، وراح نحطوه في البلا تاعي اللي راح نطيب فيه، يعني اللي يدخل للفور. لهنا راح نصب الخليط تاعي كما راكم تشوفوا. والطريقه هذه يعني بزاف مهمه، لازم ديروا الالومنيوم وديروا البابي كويسون البنات.
باه ما تلزق لكمش لاجينواز تاعكم بعدا كي تكونوا راح تنحيوها، وميم ثاني الخليط ما يسيح لكمش ولا يخرج لكم على سيرتو. بهذه الطريقه سويو من فوق سطح لاجينواز تاعكم وحطوها طيب. راح تديلكم في الطياب من 45 دقيقه حتى لساعه. نقصوا لها مره هي البنات وخليوها طيب. كي تلحق 45 دقيقه تقدروا تفتحوا وتفيريفيوها، يعني احكموا العود هذا تاع الشوا ولا تاع الحطب هذوك ولا اي هكا عفسه تكون رقيقه، وحاولوا تدخلوها في لاجينواز. اذا جبتوا العود تاعكم ناشف يعني لاجينواز راهي طايبه، تقدروا تطفيو عليها في هذاك الوقت. اذا مازالت جبتوا لاجينواز يعني مازالت سائله يعني في العود راح تبان لكم، ثم خليوها تزيد الطيب. لهنا انا ديت لي حوالي 50 دقيقه قد لاجينواز تاعي كانت واجده. وكما قلت لكم البنات ركزوا في الطيب، نقصوا لها ما تزيدولهاش باش يطيب لكم كامل قد طيب لكم مليح، ما تحرق لكمش من تحت، يعني طيب من كل الجوانب. ما تشعلوا لها من فوق ما والو، كي طيب تشعلوا لها من تحت الطيب سي بون. لهنا لاجينواز ننصحكم حبيباتي يعني اذا كنتوا حتخدموا بها اخدموها بيوم من قبل، خليوها تريح تروبوزي وكسا اخدموا بها لا تاغت تاعكم. ما ننصحكمش تخدموا بها ديريكتومون يعني من الفور تبداو تخدموا بها، نو كما انا احتفظت بها 4 ايام في الكونجيلاتور. تقدروا اذا من الغدوه تقدروا تحطوها في الفريغو برك نورمال. اذا راح تفوت يعني اليومين 3 ايام 4 ايام 5 ايام تقدروا تحطوها في الكونجيلاتور، وما هو راح يصرى لها والو، بالعكس راح تزيد تعطيكم نتيجه مليحه بزاف، راح تساعدكم في التقطاع تاعها، ويعني كما قلت لكم تعطيكم نتيجه ناجحه 100%. احتفظوا بها في البابي فيلم. لهنا حبيبتي لا كريم راني كنت نوجد فيها، ما ركزت لكمش عليها كما قلت لكم، ومانيش نعطيكم لا روسيت، ما نقدرش الريسكي ما نقدرش نديرها بكم. قادره نمد لكم لا روسيت تروحوا تخدموها ومن بعد ما تصلح لكم شو نولي انا السبه. الوغ خلي حتى نلقى الكريم فريش الاوبلا ان شاء الله، واللي على بالها وين نقدر نلقاها تفيدني باه نشريها ونحط لكم لي روسيت تاع لي كريم باذن الله تعالى. لهنا لا كريم يعني انا خدمت بها وجات بزاف بنينه. لا تارت تاعي يعني جات ناجحه. مي عذبتني لا كريم جات بزاف طلقه روحها، ما حبيتش مره تشد روحها. ماهيش ما عطاتنيش القوام تاع لا كريم اللي ممكن نقدر نخدم بها. لهنا هذه كميه من المكسرات ثاني درت لها شيكولا اتارتيني واستعملتها في الحشو، جات بزاف بنينه واحد القرمشه. لا تارت تاعي جات بزاف بنينه روحو يشكر في روحو، ليلى ولا غير كامل عجبتهم. لهنا عندي سيرو تاعي 2 كيسان ماء مع كاس سكر يغليو 10 دقائق ونطفي عليهم. جات مشربه بزاف وطريه. يعني ننصحكم بها لاجينواز هذه، واللي عندها كمناسبه ولا تستناني نحط لكم لي كريم وراح نربطهم لكم مع بعض. نحاول نعاود لكم لاجينواز ونربطهم لكم مع بعض هكذا باش ما تتخلطش عليكم وتستفيدوا منها حبيباتي. كما قلت لكم اللي على بالها وين نقدر نلقى الاوبلا تقول لي باه نروح ونشريها. هذه هي لاطارت تاعي كما راكم تشوفوا بعد ما وجدتها كملتها غلفتها، يعني راني شاركت معكم لقطات ما شاركتش معكم برك التغليف. يعني التزيين كان عشوائي، ما نكذبش عليكم سمعتت لي لا كريم عذبتني ومن بعد شغل ديكوتيت. التزيين كان عشوائي بالورق الذهبي النوتيلا وهذوك الحبيبات ولا سبسبات هذوك تاع الكاطو ثاني استعملتهم للتزيين. هابي بيرثداي هذه كنت شريتها من قبل. والزوج كان كمل 26 سنة، الله يبارك، ربي يطول في عمره العقوبة ل100 سنة إن شاء الله، ربي يخليه لي ويحفظه لي من كل شر. لهنا حبيباتي هذه هي لاطارت تاعي كما راكم تشوفوا، إن شاء الله تكون عجبتكم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. اللي وعدتهم في الفيسبوك باللي نحطها لكم راني حطيتها لكم وفيت بوعدي. بورتو يعني ما كنتش راح نحطها ولا ما نكذب عليكم، لا كريم كي دارتها بيا قلت ما نحطها لكمش حتى مرة أخرى. مي فات وعدتكم راني حطيتها لكم وان شاء الله تستفيدوا منها. خليوا لي تعليق محفز، خليوا لي جيم باه نحط لكم فلوق تاع عيد زواجي تنمو فيه ديتاي بزاف وخطوات بزاف. جاني طويل لا فيديو وما عرفتش كيفاه نخدمو، هيا شجعوني باه نحطه لكم.